انت مش بتحب المذاكره؟ انا كمان مش بحب المذاكره. ايميلي يا ابني الكتب دي. الصوره دي كانت انا من 3 سنين وكنت برضو مش بحب المذاكره، بس الفرق بيني وبينك اني كنت بذاكر وانا بعيط تحت الضغط، كان ايدي وظهري بيشدوا عليا من كتر المذاكره، بس الحمد لله ربنا وفقني بعد التعب ده كله. فازاي تذاكر غصب عنك وتطلع من الاوائل؟ اول حاجه اني ببدا مذاكره من بعد الفجر، بصلي الفجر وبعد كده بقرا القران وبعد كده بذاكر. الوقت ده بيكون فيه بركه وهتنجز كل اللي عليك. تاني حاجه fake it until you make it، انك اول ما تذاكر تضحك على عقلك وتقول له هذاكر صفحه واحده او 5 دقايق بس. حرفيا لو عملت كده كل مره وكل ما تبدا تذاكر بدون وعي هتزود اكتر من 5 دقايق مذاكره وهتذاكر اكتر من صفحه. I'm not just smart I'm dangerously smart، يعني انا مش ذكي بس، ده انا ذكي بشكل خطير. او تقول لعقلك قبل ما تبدا مذاكره انا هوصل وهذاكر الكتاب ده كله. هي تبان حاجات هبله جدا بس هتنفع معاك، لانك كل ما تكرر الجمله دي كل ما تبدا مذاكره ده هيشجعك اكتر انك تذاكر وتخلص الكتاب. لكن لو قعدت تقول انا مش هقدر انا مش هوصل عمرك ما هتوصل. تالت حاجه 5 second rule، قاعده الخمس ثواني. في اللحظه اللي بتفكر فيها انك تذاكر او تعمل اي حاجه صعبه عد من 1 ل5 وقوم على طول. رابع حاجه طريقه بومودورو تكنيك، انك تذاكر 50 دقيقه مذاكره و10 او 5 دقايق بريك. الوقت بيخليك ملتزم، ان في متعه تاخدها بعد المذاكره وهي البريك، فهتخليك ملتزم اكتر. ويا بقى لو في البريك مشروب انت بتحبه او حاجه انت بتحبها انت فعلا هتخلص كتاب. واخر حاجه انك تذاكر من اول السنه وتقسم المهام الكبيره على مهام صغيره، تكتب الماده وتحتها الشباتر اللي عليك وتحدد 50 دقيقه لكل شابتر وبعدها تاخد بريك. واهلا فسهلا.